بالنسبة للتكوين، كيف ترون التكوين؟ كيف ترون التكوين؟ قلنا كيف تفضل. بالنسبة للتكوين حقيقة المستوى صح جا شوية متأخر. كان متأخر. كان المفروض هذا التكوين يكون في بداية المسار المهني تاع المساعد التربوي. قبل ما يدخل المؤسسة يباشر العمل تاعه كان المفروض يقوم بهذه العملية التكوين. مليح. والتكوين مثلا واش هو بالنسبة لكم انتم؟ واش بالنسبة لكم؟ تفضل سيدي. إضافة معلومات وكذلك العلاقات ما بين والعلاقات ما بين الأساتذة، كذلك أن التكوين تبادل الخبرة، وكذلك شيء آخر وهو ربما يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وكذلك لتجديد المعارف وتجديد المعلومات، وهكذا تستمرون في العمل، والعمل يكون بطريقة نظامية قانونية مستجدة على بالنسبة للزمان والمكان الذين تعيشون. في السبعينات كان الأستاذ طالبي أستاذي. نعم. ودرك راه أستاذي. هذا شرف كبير بالنسبة لي أنا. الأستاذ بن مامون والأستاذ مرزوقي خدموا معنا في الرايد فراج. الأستاذ بوحفصي كان معايا مدير دراسات. واحد الشرف معناها واحد العلاقة، واحد الشرف كبير أننا الله يسمع عليك. سيد المشرف، شوف سيدي كريم راه يطلع معليش راه يطلع يعني صلح ما تنجمش تعرف، وأن رزقك هذا هو رزقك. غير اسمحوا لي، هذا هو رزقك. يعني الإنسان واش هو؟ الإنسان يطلب ربي والشدة في الله، يطلب ربي باش يزيد يعاونه ويزيد يطلع بالحلال وفي العمل وفي الجدية والنشاط. الإنسان لا شوف الإنسان اسمحوا لي ولادي، الإنسان ما يأش، والإنسان ما يأش ولا دوك مثلا أنت راه عندك 29 عام ولا 26 عام، بغيت تدفق هذه 26 عام ولا 27 عام تدفقها وتقول انا دوك الان استمر في العمل تاعك، استمر، لان ربما القوانين تتغير والزمن يتغير والمكان الزمن يبقى والقوانين تتغير وتأتي على حسب الزمان والمكان. ربما ربي يأتي بفتح قريب من الله، والإنسان دائما يدعو الله ويدعو أنه يكسب الحلال ويعمل بالحلال، وربي سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين.